السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع فيه حساسية شوي. موضوع العقيدة واقتباس العقيدة، مصادر العقيدة، حسن تناول والتعامل مع مصادر تقارب مع آيات القرآن في استنباط آيات العقيدة. سأتكلم اليوم عن موضوع ظلمت فيه آية قرآنية وبترت هيك بترت من سياقها، قطعت هكذا، ما قبلها وما بعدها أغفلت في الفهوم، أغفل هذا الفهم. هذا ظلم للآية ولا يجوز. الآية التي أشهر آية في آيات العقائد التي تتكلم، وحدث خلاف بين المسلمين، بين هذا بيقول عن حاله كذا وهذا بيقول عن حاله كذا وخلافات. قوله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. المفاجأة الأولى إنه هذه الآية في سورة الشورى، سورة تتكلم عن نظام الأمة، نظام الشورى. يتكلم الله عز وجل في سورة الشورى عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إحنا بترنا الآية وأخذنا جزءا، أولا أخذنا جزءا من الآية، ثم قطعناها عن سباقها ولحاقها، ثم وضعناها في غير المجال التي ساقها الله لنا لأن نتعامل ونتقارب مع هذه الآية. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحنا نقاتل ونناضل ونجادل ونناور ونذهب ونأتي ونروح ونأتي عشان موضوع نقول إنه موضوع إيش؟ موضوع الله ليس كمثله شيء في وجهه، وهل له جسم ولا له يد؟ ماشي، موضوع هذا لكنه ثانوي. أنا أتكلم الآية لماذا سيقت، لماذا نظلمها، لماذا نرفعها عن سياقها. السياق جزء أصيل 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 في فهم الآية. من غير السياق أنا بتوه، ضايع في تيه كتيه بني إسرائيل. شوف الآية تتكلم أولا في سورة الشورى، سياق الآيات تتكلم. الآية اللي قبلها مباشرة قبل ماذا يقول الله؟ وما اختلفتم. شوف، وما اختلفتم، الآية رقم 10. حتى الآيات اللي قبلها تتكلم عن نفس الموضوع. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمل: له مقاليد السماوات والأرض. شوف السياق ما أعظمه. السياق برفعنا فوق 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 فوق، وإحنا نزلنا حالنا ونزلنا السياق لمعاني ضيقة. الله أعطانا باب واسع، مصراعي على مصراعيه مفتوح، إحنا ضيقناه. اسمع، كمل الآية. له، أو الآية التي تليها: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. لسه كمل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذا السياق يتكلم ليس كمثله شيء حكما، أي اللي قبلها: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليس كمثله شيء توكلا، إذا توكلت عليه مش هتلاقي حد زيه. ليس كمثله شيء إنابة، ليس كمثله شيء رجوعا إليه واعتمادا عليه. ليس كمثله شيء خلقا، لما قال لك فاطر السماوات والأرض، ليس كمثله شيء بحكمه. له مقاليد، مقاليد زي القلادة، كيف إن الضرك حوالين قلادة حوالين الله. بقول له مقاليد السماوات، كله الكون كله تحت أمره. له مقاليد السماوات والأرض
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع، إذا ليس كمثله شيء حكما، ليس كمثله شيء شريعة، ليس كمثله شيء قوة، ليس كمثله شيء حكما. الله بيقول لك في هذا السياق ليس كمثله شيء، سميع لأفعالكم، عليم بأقوالكم، سميع بما تعملون، عليم بنواياكم، سميع بالظاهر، عليم بالباطن، عليم وهكذا. احنا رحنا بثرنا الآية من سياقها، سياق سورة الشورى، نظام الأمة، نظام سياسي الأمة، ثم تكلم عن حكم الله عز وجل، عن شرع الله عز وجل، عن أنبياء الله عز وجل وشرعهم. احنا رحنا قطعناها من سياقها وظلمناها ووضعناها في غير مكانها. يا إخواني، هذه هي مواضيع العقيدة الصحيحة الأساسية التي يجب أن نبذل من أجلها ونفهم مراد الله. احنا العقيدة مثل، يا إخواني، مثل أرض مصورة عليها سور، وفي داخلها الكنوز والغنائم والثمرات. احنا ركزنا على السور الخارجي، وصرنا نتحاور ونتجادل ونبني ونزخرف السور الخارجي، ونسينا الباطن داخل الأرض، داخل هذا السياق وهذا السور، هو الذي يراد من القرآن. ورحنا احنا أشغلنا أنفسنا وأقمنا علاقات وولاء وبراء بناء على السور هذا الذي يحيط بالعقيدة وبأمور العقيدة الصحيحة. أعظم ما تصدر منه كتابا، أعظم كتاب وأعظم ما تصدر منه كتابا في العقيدة والقرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، فيه عقيدتنا. لكن كيف نتناول هذه المواضيع أو هذه الموضوعات؟ جزاكم الله خيرا.